يا جماعة الراجل ده شكله كان نجم في عينه الكل، بس مراته كانت مش طبيعية لدرجة إن الخيانة كانت على الطاولة. بس المفاجأة بدل ما يفضحها قرر يعاقبها بأسلوب قاسي جدا، ونتر طلب منها تروح معاه منطقة ميدان في الصين، واللي وقتها كانت مركز وباء خطير. وكيتي لما سمعت الكلام ده حست إنه بيحبزها في قف صديق، فرفضت على طول. وانتر رد عليها تمام بكرها، قدم طلب الطلاق، مش غبي فاهم اللعبة كلها. وكيتي كانت لسه مش مصدقة وقالت أنا مش فاهمة أنت هتطلقني ليه؟ لما اكتشفت إن سرها اتكشف مش بس ما ندمت، لا كمان كانت فخورة، وقالت بكل جرأة صار لي وأنا بنحب بعض بجد. وانتر كان مش مصدق يعني جد، هي فعلا فاكرة إن الكلام الفاضي دحب. علشان تصحى من الوهم ده، وانتر قال لها لو سار لي طلق زوجته وتجوزك فورا، احنا هنطلق بسلام وانا مش هضايقك بعد كدها، ولو مش حصل ده هتروح معايا ميدام. وكيتي بسرعة راحت تدور على سارلي يمكن يتجوزها بسرعة. بس المفاجأة الحبده كله كان مجرد كلام كله بطلة، وانتر قال لها أنا وأنت مهما صار ما نجرش مراتك في الموضوع ده. كيتي قالت له إيش تقصد؟ أنا عرفت إنها مش هتطلقك أبدا، مركزك كبير جدا والموضوع معقد. ولأول مرة كيتي بدأت تفهم إنها كانت غبية، الحلم الجميل كله اتكسر في ثانية. ما كان قدامها إلا تقبل الواقع وتوافق على طلب وينتر. قالت له أنا معاك، حروح معاك. وينتر رد عليها حلو، كنت واثق إنك هتسلمي. بس رغم كده وإنتر كان زعلان وغاضب من تصرفها. كان ممكن يروحوا بالبحر يومين ويوصلوا، بس هو اختار طريق جبلي وعرة، والجو كان نار والوحل اللي تحت رجليهم زاد الطين بلة. بس اللي كان يرعب كيتي أكثر من الطريق هو الناس اللي ماتوا من الوباء اللي قابلوا على طول الطريق. كانت بتبس بره الشباك والخوف مسيطر على قلبها بالكامل. بعد يومين ونص من المشكة وصلوا أخيرا، وكيتي لما دخلت الغرفة كانت متحمسة، بس المفاجأة اللي شافت كانت صدمة. الغرفة كانت فوضى، الأدوات كلها خربانة والشنطة كلها تراب وعفن. حتى الألعاب اللي كانت موجودة كانت مرعبة، وكأنها بتقول هنا حصلت حاجة مش طبيعية. وانتر قال لها لو كنت مكانك ما كنتش هلمس الحاجة دي، يمكن الناس اللي هنا ماتوا في السرير ده بالليل. وانتر قال لها لو خايفة ممكن يعطي لها حقنة تطعيم. بس كيتي كانت عايزة تزعله وقالت له إنها مش عايزة أي اهتمام منه. وسألته لو أصبت بالوباء إيش بيصير؟ رد عليها في أول 36 ساعة جسمك بينشف من المية، والسبب الحقيقي للوفاة هو الجفاف القاسي. يا جماعة الموضوع ده مش هزار، والليلة دي أكيد مش هيرتاح دماغهم. يا جماعة كيتي مش قادرة تفلت من أصوات الأرواح اللي بتئن حواليها. من برا شكلها هادي، بس جوا قلبها الخوف من الطاعون بيكبر شوي شوي. الصبح تطلع من أوضتها والتلاقي والتربي تكلم مع ضابط محلي عن أمانها وأمان البيت. بس والله يا جماعة والتر مش ناوي يسيبها لحالها، بعث جندي يحرس المكان، بس هي عرفت إنه بس عشان يراقبها. وبعدين هو مشى ورا الضابط. وصلوا لمكان الطاعون، وبالطريق شاف والتر واحد بيجيب 100 من البير. والتر بخبرته في الميكروبات حس إن البير ده ممكن يكون مفتاح على اللغز. المية دي مش طيبة، لا تشربوا منها. بيسمعوا أيوة فاهمين، التدربنا في موسكو قبل كده. لو ما بتحبش الإنجليزي ممكن نتكلم روسي، الإنجليزي أسهل شكرا. وكملوا في طريقهم للغرفة اللي فيها مصابي الطاعون. الجو هناك كله ألم ويس، ناس كتير بتعاني وبتصرخ من المرض. والتر رغم تحضيره، بس لما شاف بعينه قد إيه الناس بتتألمن حس بحاجته مش سهلة توصف. في الوقت ده كيتي قاعدة لوحدها في أوضتها، الجو خانق وكأن الطاعون بيدخل في صدرها، وذكريات حبيبها رجعت في دماغها فجأة. كانت بتحلم إنها ينقذها من اليأس ده، بس لما شافته الوضع معقد راحت لنواب الضابط المحلي. ومش بس كده، سلمته طبق كانت مخبياها عشان يوصل له رسالة حبها. بس لما استلمها النائب بان عليه انه متعلق بأدى سارلي، وقال ان سارلي معروف انه بيتجول ويغازل البنات. تخيلوا النائب كمان كان متعجرف وقال ان البنات اللي بتطيش سهل بيكونوا رخيصين. الكلام ده كان زي سكين غرز كلب كيتي الضعيف. ضحكت على نفسها بحركة واخذت الرسالة وراحت بعيد. بس النائب ناداها تاني، والرسالة دي ردت. افتكرت لو انتظرت تبعتها يمكن يكون فات الأوان، بس بشكرك. كيتي رجعت البيت وقلبها مولع نار، حلمها الوحيد تحطم. حاولت ترجع وترمم علاقتها مع والتر، بس اللي لقته كان جمود وبرود مالوش آخر. كانوا مع بعض بس الجو بينهم كأن في حاجز ما بينهما، كأن في ستار شفاف حاجب المشاعر. في اللحظة دي الخادم جاب سلطة خضار، بس والتر رفضها بالسرعة لأن الخضار كانت نيئة وممكن تكون ملوثة بالطاعون. بس كيتي تمسكت بالسلطة وجذيبتها لنفسها وبدأت تاكل وتستفز والتر. بس والتر قلبها تأثر، أخذ السلطة وأكل منها وكأنهم بيكسروا غضبهم مع بعض. ترك سارلي والبرود اللي من والتر كانوا جبل تكيل على كتف كيتي، كأنها مش قادرة تتنفس من التعب والوجع. كيتي كانت عايزة تهرب وتسيب الدنيا، بس لما خرجت شافت الناس اللي ماتوا من الطاعون مرميين في الشارع. قربت منهم، حست إنه يمكن لو ماتت هي كمان هتلاقي راحة. لحسن الحظن نائب الضابط شافها في الوقت المناسب ووقفها عن القرار ده.
في الوقت ده وتر صرف غضبه في شغله، وبفضل مجهوده اتضح سبب المرض شويه. كان توقع وتر صح، البير في الكورية هو اللي ملوث بالفيروس. عشان يمنع تفشي الطاعون قضت رئاسة البير الوحيد في الكورية، بس القرار ده خلى الناس تمشي 4 كيلو تجيب 100. كان لازم عشان يسيطر على المرض، بس أهل القرية ما تفهموش وبدأوا يلوموه في الوش. ومع كده رغم السيطرة على 100 الطاعون ما هدأش. مساعد وتر لاحظ عليه الحزن، فقرر يخرجه للشرب ويسكروه سوا. ولما الليل جه وتر رجع البيت وهو متعب ومخمور. الأيام دي وتر فعلا بدأ يبين اهتمامه بكيتي. مديرة المستشفى اللي هي راهبة قالت له لازم يقول لزوجته خبر. الراهبة نفسها حابة تقابل الزوجة الوفية والداعم للطبيب وتر. قالت له لازم تمثلي إن علاقتكم تمام وكأنكم ملكين على بعض. بس أول ما خلص كلامها والتر وقع على الأرض، يمكن بسبب الخمرة، بس دي كانت اللحظة اللي قدر فيها يعترف بحبه الحقيقي لمراته. الصبح كيتي راحت للدير عشان تلتقي بيها حسب كلامه، ولما دخلت القرية لقتها مهجورة والطاعون مأثر عليها جامد. ما فيش حركة ولا حياة، بس أطفال أيتام قاعدين في كل مكان. الدير كان الملجأ الوحيد ليهم. كيتي لما دخلت حست بالهدوء والسلام اللي ما فيش في القرية، لكن مديرة الدير قالت لها إن السلام ده كله من فضل زوجها وتر. من يوم ما جه وتر ما قعد ولا راح، بيشتغل مع الدكاترة المحلين ليل لنهار عشان يلاقي علاج للطاعون، حتى الراحة ما عنده وقت لها. بعدها كيتي مشيت مع مديرة الدير وشافت الأطفال بيت علم وشغلة. ولما سمعوا صوت أغاني الأطفال بسيطة، الدنيا كلها في الدير كأنها نسيت الطاعون. كيتي حست بعظمة وتر وروحه اللي بيضحي عشانهم، وفكرت في غلطة ماضيها والخناقات اللي كانت بينهم، وحست بألم غريب في قلبها. الندم واللوم على نفسها كانوا بيغرقوها. بالليل جهزت العشاء بدري ونطرت زوجها يرجع، بس ما رجعش. راحت لمكتبه ولقت وتر نايم مرهق على المكتب. لما سمع صوتها صحي، بس لما قابل ركتها ما ردش عليها بالليل اللي كانت متوقعة. فضل وتر غارق في أفكاره، والبرود بتاعه خلى كيتي تحس إن في حائط سميك واقف بينهم، وكأن العاصفة بينهما مش حتخلص بسهولة. بس كيتي مش ناوية تستسلم، رغم إنها عارفة إن الشرخ بينهم مش سهل يتصلح. بس نارها جواها مولعات وبتقول يا ريت يا رب ما تعاقبنيش أكتر. إيه ذنبي؟ ليه بتكرهني كده؟ لا أنت يا جماعة، هو بس يكره نفسي لأنه حبها بعمق. تخيلوا خيانة كيتي كانت كال صاعقة في قلبه، لكن مع ذلك ما قدر يتركها تمشي ويشوف دموعها برت الباب. قلبه كان مثل جحيم يعذبه. الألم اللي جواه خلاه يتذكر مشاعره الطيبة ولحظات الحنان اللي كانت مدفونة، والجو بره كان ممطر كأنه حتى السماء تبكي عليهم. بعد ليلة مطر غسلت كل شيء، كيتي فهمت إنها ما تقدر تظل تنهار كذا. راحت للدير حتى لما المدير ما كان يبيها تتعامل مع المشاكل الكبيرة، هي أصرت تبقى. بعدين راحت لغرفة الأطفال وابتدت تتعلم تبدل لهم الحفاضات، رغم إنها خايفة من مشكلة اللغة اللي كانت تضغط على قلبها، بس عزمت تشتغل وتساعد بكل اللي تقدر عليه. كيتي لما طلعت تجيب مي سخن للأطفال فجأة طاحت على ونتر. هو كان ناوي يعاتبها على قرارها المفاجئ، بس لما شاف ظهرها وهي تمشي فهم إن قرارها مش متهور، بالعكس هي تحاول تساعدهم مع الوباء. وفي أوقات فراغها كانت تعزف ألحان جديدة للأطفال، والموسيقى كانت تخترق المكان وتغير جو الدير الممل. ونتر لما مر وقف بدون ما يحس. أصابع كيتي كانت تمر على مفاتيح العود، وكل نغمة كانت تخبط قلبه وخلاه يغوص في الذكريات الحلوة لبدا يحبهم. يوم ورا يوم العلاقة بيناتهم بدأت تتغير شوي شوي، وفهم ضمني بدأ يظهر بينهم. رغم الألم اللي كانوا عايشينه ما عاد في لوم أو برود، بس بسمة سامحة وراحة. قال ونتر أنا أعتقد إنك صح، ما لازم دايما نركز على عيوب بعض. هو كان يعرف إنك وإسلاي في الغرفة، بس ليش ما دخل يغلط عليهم؟ على الأقل كان ممكن يعطيه درس، يمكن كان ما يحب المشاكل. بس أنت حسيت إن الموضوع مش كده. وبعد تحقيق طويل كشف ونتر مصدر المشكلة اللي مخلي الكوليرا ما تروح. الناس بالكرية كانوا يدفنون موتاهم جنب مصدر المي. التلوث من الجثث خلى المرض ينتشر بلا توقف. لما اقترح ينقل الجثث عشان يوقف الوباء، أهل الكرية ثاروا ضده. بالنسبة لهم هالأرض مقدسة فيها الغابات والمياه وما ينفع حد يلمسها بسهولة. بس رغم كل شيء ونتر تعاون مع الجيش المحلي وبدأوا يجبروا الناس ينقلوا الجثث الملوثة ويقفلوا مصدر المي بالأسفل. هالإجراءات ضايقت أهل القرية جدا، خاصة إن المكان اللي كان هادي صار مضطرب. الناس طلعت تظاهرات، والأكثر من كذا هاجموا كيتي في الطريق لبيتها. والله الوضع خرج عن السيطرة يا جماعة. الموضوع انفجر فجأة. كيتي تندفعت على الأرض ولسه ما حست بالألم في ركبتها، وفجأة شباب الكورية بدأوا يقربوا منها وحدة، والخوف سيطر عليها لأول مرة بحياتها. حاولت تهرب، بس الناس يعرفوا كل زقاق حاصروها. وفوق كده ما كانوا بيتكلموا نفس اللغة، دخلوا في جدال حامي. لحسن حظها ونتر جهز زي الصاروخ وكسر العصبية، وبعدها الجنود وصلوا وطلعوا الاثنين من الموقف الخطير.
ومن وقتها العلاقة بينهم صارت أقوى وأقوى. الألم والذكريات المرة في الماضي اتحلت بفهمهم لبعض. كانوا يتنزهوا بين الجبال والأنهار، يركبوا القوارب على البحيرة الهادئة، وكأن قلوبهم دخت مع بعض. الموية في البحيرة كانت صافية تعكس عمق حبهم، والهدوء خلى قلبهم يترابط أكتر. وفي اللحظة دي كيتي شافت وينتر، الراجل ده مش ساعد القرية يحل مشكلة الموية، وبنى نظام زي طاحونة الهواء عشان يجيب موية نظيفة لكل البيوت. بس القدر لعب لعبده. كيتي كانت تغني وترقص مع الأطفال في الدير، والضحك مالي المكان، وفجأة حست بدوخة. لما فاقت المدير قال لها خبر صادم: هل أنا خلاص قربت أموت؟ رد عليها: اهدي، يمكن تكوني هامل. كيتي كأنها ما صدقت اللي سمعاه. لا يمكن، بس يمكن فعلا. العلاقة مع زوجها كانت لسها بتتحسن، وفجأة الخبر ده قلب الدنيا عليها، مش عارفة مين أبو الطفل. ولما وينتر سمع الخبر وجري، كيتي دخلت في حالة هلع: أنا حامل، أنت أبو الطفل. وينتر قال: أنا مش عارف والله، بس الموضوع مش مهم دلوقتي. كيتي كانت متخيلة إن علاقتهم هتنهار تاني، بس الحب بتاع وينتر كان صامت وكبير، سامحها على أخطائها وعنادها. الحب الحقيقي بيظهر لما تكونوا في أضعف حالتكم، والشخص الثاني ما يترددش يسامح وينسى الماضي. في اللحظة دي الحب مو بس قبول، لكن كمان استعداد لشفاء جروح بعض. لما مشروع المياه حق وانتر اكتمل، نبع مية نظيفة طلع من الأنبوب، وصوت هتاف أهل القرية كان يرن في أذنها. لكن قبل ما يستمتع بالفرحة، اللاجئين من الأسفل جو كأنهم سيل. مع الوضع ده اللي ما أحد توقعه، الكوليرا رجعت تضرب. عشان سلامتها كيت أضطرت تلتزم الدير مع الأطفال، والشمس فوق. وانتر دخل القرية المدمري، وضع بقى أسوأ. راح للدير قبل ما يدخل منطقة الوباء، وقبل ما يمشي قبل كيتي بحرارة. من اليوم ده كيتي ما فيش أخبار عن وينتر، ولحد ما نائب القائد جاء وقال لها وينتر مصاب بالكوليرون. الكارثة دي دمرت عالمها كله. في اللحظة دي كل أملها تكسر، وما فكرتش كتير، عيونها مليانة عزيمة، ركضت لحد ما وصلت لوينتر في نص الليل. كل خطوة كانت حاسمة، حتى لما الناس حاولوا يوقفوها ما خلتش حد يمنعها توصل له. لما شافها وينتر رجعت له رغبة الحياة، بس المرض كان أقوى وخلاه يعني هد الموت. في اللحظة الأخيرة قال لها: سامحيني يا حبيبتي. سامحته: يا خوي، ما فيش حاجة تستاهل. وبعدها وينتر فارق الحياة وهو جنب كيتي، وعينه ما غمضتش لآخر لحظة. الوعد اللي قطعوه لبعض انهم يمشوا سوا صار حسرة ما تحققش. كيتي لما رجعت للبيت الفاضي شافت ميكروسكوب وينتر ودفتره. الذكريات والحنان رجعوا يهجموا على قلبها. الأحلام اللي كانت بتبنيها راحت زي فقاعة صابون. بعد ما دموعها جفت، ما بكى في قلبها غير الفراغ الكبير. الكوليرا بدأت ترجع شوية، وكيتي مع ذكرياتها وحنينها ثابت على غامضة دي. والسنين مرت بسرعة، وكيتي راحت مع ولدها لمحل الورود اللي كانت بتروحها مع وينتر. وهي بتشتريه ورد طازة، فجأة قابلت ساكسلي. راح سلم عليها وعلى ولدها، وهي ردت باب ابتسامة باردة ما فيها أي أثر لمشاعر تجاه الراجل اللي كانت تحبه بعمق. قلبها بارد من زمان. بعد كلام قصير استدارت وتمشي، بس هو حاول يرجع العلاقة. أنا هكون في لندن 3 أسابيع، يمكن نرجع. هي قاطعته بحزم: مع السلامة. هو ما حاولش يمسكها، عارف إنها ما عادت غبية زي زمان. مين أصلا أبوه؟ فيلم بروتكشن مش بس قصة حبدة، فيها أفكار عميقة عن الحياة والاختيارات والنجاة. بيورينا إن الحب مش كامل، مليان تحديات، واللي بيخليه كيتي حقيقية وبتلمس قلوب الناس هو الصعاب دي. في حياة كلها مشاكل بنشوف ضعف وقوة بعض، ومن كثرة الخناقات والتنازلات بنتعلم معنى الحب الحقيقي. لما نفض عن وجوهنا المزيفة والمعقدة، بيطلع الحب النقي، التسامح والتضحية بدون شروط. ده حب عميق ما تتوصفش بالكلام. معنى الحب الحقيقي مش في الوقت يا جماعة، الموضوع مو عن الوقت، بل عن كيف الأشياء تربط أرواحنا. تخيلوا حتى بعد سنين نعرف كيف نحب